اتنقل على الخضار وكان عايش حياه مش مستقره خالص. بعد طبعا ما عرف الزراعه وبدا ان هو يفكر، في وسيله يعبر بيها عن افكاره. دلوقتي انا عايز حاجه اعبر بيها عن افكاري واحداثي اليوميه والحاجات اللي بتحصل حواليا. فبدا ان هو يفكر ان هو يخترع الكتابه دي. طب هيخترعها ازاي؟ من دماغه. هبدا مثلا افكر كده، خلاص انا هخترع الكتابه دي. خليكم معايا. مش هيخترعها من دماغه، هيخترعها من الطبيعه اللي حواليه. يعني هيبص للطبيعه اللي حواليه، هيشوف اشجار، هيشوف حيوانات، هيشوف مثلا النباتات، كل الحاجات دي هيبدا يعبر بيها عن الطبيعه. ازاي؟ يعني مثلا لو انا جيت رسمت شجره يبقى انا اقصد الشجره نفسها. جيت رسمت مثلا انسان يبقى انا بتكلم عن انسان، رسمت امراه يبقى انا بتكلم عن امراه، جيت رسمت حيوان البومه يبقى انا بقصد حيوان، او رسمت جزء مثلا من اجزاء جسم الانسان يبقى انا بقصد الجزء ده بعينه. تبدا الكتابه تتطور واحده واحده، تمام، بشكل تصويري. يعني ايه تصويري؟ يعني علامه تصويري، ان انا باجي ارسم حيوان بعبر بيه عن نفسي. طب انا لو عايزه اعبر عن حاجه ثانيه اكبر، ده بقى نعرفه قدام شويه لما بيبدا يطور من نفسه في الكتابه المصريه القديمه ويبدا يخترع اصوات للعلامات دي. يعني انا مش بس هرسم حيوان ولا هرسم شجره ولا هرسم نبات، لا انا كمان هخترع له صوت. يعني هديله حرف او حركه زي كده اللغه الانجليزيه، الحروف ال ام هكذا، فبيبدا يديله حروف وصوت بس باللغه اللاتينيه. ومن هنا بتبدا الكتابه المصريه، تمام، وبتبدا ان هي تطور من نفسها بعد كده. طبعا الهيروغليفي هو مش الكتابه المصريه القديمه، هو خط من الكتابه المصريه القديمه. الكتابه المصريه القديمه بتتكون قزقه زي اللغه العربيه كده، مش انا بكتبها بقزقه. مش معايا ليه؟ حسيته مش معايا بجد يعني. فكوا كده. الكتابه المصريه القديمه يعني اللغه العربيه لو انا عايزه اكتبها مثلا بكتب بايه وايه وايه؟ رفع نسخ برافو وفي صح؟ مش كل دي خطوط بقدر اكتب بيها. الكتابه المصريه القديمه كانت كده بالظبط. انا ممكن اكتبها بالهيروغليفي، بالهيروغليفي، بالموتيفي، قبطي، يوناني، كل دي خطوط اقدر اكتب بيها. طب هي في البدايه كانت الخطوط دي كلها موجوده؟ لا طبعا. في البدايه كان عندي الخط الهيروغليفي بس اللي هي مجرد الرسمه، سواء البومه او الحيوانات اللي اتكلمنا عنها. ده طبعا لان الانسان كان بيقدس الطبيعه جدا، لان هي كانت حاجه مفيده للحوالي. بعد كده بيبدا ان هو يطور من نفسه. بعد ما يبدا ان هو يعمل علامات كامله اللي هي الخط الهيروغليفي، بيبدا يطور منه بشكل مختصر. زي مثلا انا كده لما اجي اكتب بخط الرقعه بختصر الحروف. عارف لما تيجي تمضي اسمك كده تيجي تمضي بشكل مختصر، بيبدا ان هو يختصر الحروف بالشكل ده، فبيديني الخط الحراسي. تمام. كل خط من دول كان بيستخدمه نوع معين او فئه معينه من الناس. يعني مثلا عندي الخط الهيروغليفي ده كان مقتصر على الملوك والناس اللي هي الاغنياء بس. يعني ما ينفعش اي حد يكتب بالخط ده، لا الملك بس هو اللي بيكتب الخطابات والرسائل بتاعته بالخط ده. اما الخط الحراسي اللي هو الخط المختصر ده كان خط الكهنه، لانه طبعا خط مختصر واسرع شويه، فاسهل ان الكهنه يكتبوا بيه هم ورجال الدين. حتى كلمه هيراتيكي معناها اللي هي هيراتس، جايه من كلمه هيراتس اليونانيه اللي هي معناها كهنه. الخط المقدس هو الهيروغليفي لان هو كان الخط الرسمي للدوله. ممكن بس نيجي كده شويه. الخط المقدس هو طبعا الهيروغليفي لان هو كان الخط المقدس للدوله او الخط الرسمي اللي هو بيستخدمه الملك في الخطابات الشعارات بتاعته. اما الهيروغليفي ده كان مقتصر على المعارف فقط، يعني الكهنه هم اللي بيكتبوا باسمه لان هو خط مختصر شويه. بتبدا بعد كده الكتابه المصريين يفكروا في طريقه مختصره اكتر زي اللغه العاميه اللي احنا بنتكلم بيها. مش دي لغه مختصره عن اللغه العربيه؟ لو انا جيت دلوقتي كلمت بلغه عربيه بس ايه الشخصيه المعقده دي؟ ازاي بتكلمني كده؟ انا مش فاهمه هي بتقول ايه، صح ولا لا؟ بالظبط هو ده الديموتيكي. يعني كلمه ديموتيكي اصلا مشتقه من كلمه يونانيه اسمها ديموس، ودي معناها شعبي، اللي هي حاجه شعبيه، حاجه عاميه. الخط بقى اللي هو الديموتيكي ده الخط العامي اللي هو انا وانت وكلنا كنا بنكتب بيه، كل الشعب كان بيكتب بالديموتيكي ده، بس محظور على الشعب ان هو يستخدم الخطين التانيين. بعد كده بيجي طبعا البطالمه والرومان يحتلوا البلد ويبداوا يدخلوا لغه جديده اللي هي اليوناني. تمام كده عرفنا نشأة بقى، يعني نبذه بسيطه عن الخط وازاي بدات اللغه المصريه القديمه. طبعا حجر رشيد السكانه ده بيرجع لعهد بطليموس الخامس. طبعا ده دوله بطلميه، هنتكلم دلوقتي عن كل الحاجات دي. بيرجع لعهد بطليموس الخامس، ده دوله بطلميه. طيب الحجر بيتكلم عن ايه؟ الحجر بيرجع لسنه 196. ما تخليش حد يقول لك اي حاجه، لو حد اكنه بيتكلم عشان يشوفوا يستخدمها في الحياه اليوميه عادي. بعد كده لحد ما بتيجي البطالمه والرومان يحتلوا مصر ويبداوا برضه يستخدموا اللغه بتاعتنا، لان انا ما ينفعش ابقى محتل وانا اطمس الهويه او اللغه بتاعتك، لا بالعكس انا هستخدم اللغه بتاعتك عشان اعرفك ان انا بحبك، عشان ايه؟ يبقى ولائك ليا اكتر. وهكذا. تمام. لما البطالمه طبعا بييجوا يحتلوا مصر وكده في عهد بطليموس الخامس، تمام، بيجي بطليموس يعمل حركه ذكيه جدا.
تمام؟ يقول لك انا هعفي الكهنه كلهم من الضرائب والاوقاف اللي هم بيدفعوها. طب اشمعنى الكهنه بالذات؟ توقعوا معايا. اشمعنى الكهنه بالذات؟ الكهنه دول بيبقوا مسؤولين عن ايه؟ مسؤولين عن ايه؟ عن الملك عن المعبد. مش الملك دلوقتي بيعبد الهه معينه هو والشعب، الالهه دي بنروح نعبدها في المعبد، فالكهنه هم مسؤولين عن المعبد. فمعنى كده ان الكهنه هم الوسيله بين الشعب والملك. الملك ما بيتعاملش مع الشعب. مين اللي بيتعامل مع الشعب اكتر؟ الكهنه. زي مثلا الكنيسه او المسجد، مين اللي بيتعامل مع الشعب اكتر؟ الشيخ او القسيس، صح ولا لا؟ لكن مش الرئيس خالص. بالظبط ده اللي كان موجود. ما كانش الملك طبعا بيتعامل مع الشعب اكتر، كان الكهنه هم اكتر ناس بيتعاملوا مع الشعب. عشان كده عمل بطليموس الخامس الحركه الذكيه دي، ان هو يعفي الكهنه من الضرائب عشان يضمن ولاء الكهنه ليه، وبالتالي ما يقلبوش الشعب عليه، ويقدر ان هو يستمر في حكمه اطول فتره ممكنه. عشان كده الكهنه بيتجمعوا في مكه سنه 196 قبل الميلاد، وده طبعا المكتوب على الحجر ده، وبيبداوا ان هو يوجهوا له رساله شكر او مرسوم. المرسوم طبعا اللي هو عباره عن رساله شكر. بيشكروه طبعا في الحجر ان هو اعفاهم من الضرائب، وبيكتبوا طبعا اسمه في خرطوش. طبعا عارفين اسم الملك بيتكتب في خرطوش مدور، اللي هو حاجه كده بشكل بيضاوي عشان يبقى مميز عن الكلام اللي حواليه. طبعا الحمله الفرنسيه لما بتيجي على مصر وهي بتعمل حفائر حوالين قلعه جوليان في رشيد، تمام، بتعثر على الحجر ده وبتلاقيه بتطلعه، ويبدا علماء كتير قوي يحاولوا يفكوا رموز الحجر ده، منها توماس يانج وكاربلاء، واهمهم طبعا شامبليون اللي بيقدر يتوصل ليه لغز الكتابه المصريه القديمه ويفك ويعرف كذا حرف والصوت بتاعه عباره عن ايه. طبعا بينجح في حاجه زي كده لان الحجر اتكتب بثلاث خطوط. طب هو ايه اللي عرفه ان الحجر اتكتب بثلاث خطوط؟ اول حاجه لما بيكون عندي رساله شكر، تمام، انا ما ينفعش، يعني المصريين القدماء كان عندهم حاجه كده، انا ما ينفعش اسيب حته فاضيه في الاصل لان الارواح الشريره هتسكن فيها، فلازم املى المساحه كلها اللي قدامي. فانا دلوقتي لما اجي اكتب رساله شكر لازم املى المساحه كلها اللي قدامي، ده اول شرط. ثاني شرط، رساله الشكر كان لازم تتكتب بكذا خط، يعني مش خط واحد. كانك كده مثلا بتكتبي رساله امتنان لحد، فانت عايزه بقى تبينوا له ان انت حد جامد جدا، فانا هكتبها لك بكذا خط، بس كلهم هيبقوا نفس ايه؟ المعنى او نفس المضمون. ولان طبعا شامبليون كان بيتقن اللغه اليونانيه جدا، لان حجر رشيد اتكتب بثلاث لغات: الهيروغليفيه اللي هي بنشوفها فوق دي، والديموتيقيه، واليونانيه. الهيروغليفيه، الديموتيقيه، واليونانيه. ولان حجر رشيد كان بيتقن شامبليون كان بيتقن اللغه اليونانيه جدا، فقدر ان هو يتوصل لنطق بعض العلامات عن طريق اللغه اليونانيه. طب ازاي؟ اول حاجه، اسماء العلام عندي ثابته ولا مش ثابته؟ لما اجي عندي مثلا اسم محمد، حسن، سيد، شوقي، ايا كان، لما اجي اكتبه بالانجلش او باي لغه بكتبه ثابت. اسماء الاعلام واخدينها في اللغه العربيه ان هي ثابته، ما بتتحركش، بكتبها بالانجلش زي باللاتيني زي باليوناني زي كل اللغات زي بعض. اكيد عارفين المعلومه زي دي، مش عارفين؟ طب الحمد لله. بالظبط. فعن طريق طبعا اسم بطليموس الخامس اللي هو ده بطليموس، تمام، قدر ان هو يتوصل لنطق العلامات دي. يعني مثلا العصايه المسقوفه دي اللي هي بتعتبر بتمثل حرف الاس، تمام، والمنضاد ده بيمثل حرف البي، والعلامتين دول اللي هم علامتين النبات دول بيمثلوا حرف الواي. انتوا شايفين؟ المهم ان ده كان اسم بطليموس، وطبعا عن طريق اسم بطليموس في اللغه اليونانيه هنا قدر ان هو يعمل مقارنه بين اللغات، تمام. ممكن اقرب شويه عشان نشوف، ممكن اقرب شويه. لو انا جيت قارنت اللغه دي يعني هنا مثلا السطر كذا، السطر كذا، هنا هقدر اتوصل لنطق الحروف، تمام، فاقدر اتوصل للعلامه ان دي مثلا العلامه اللي بتمثل لي اول حرف، دي العلامه اللي بتمثل لي ثاني حرف، وهكذا وهكذا لحد ما اتوصل لنطق كذا علامه من دول. فمعنى كده ان مثلا كلمه بطليموس دي مكونه من كام حرف؟ 8. انا كده بقى عندي 8 علامات، تمام. وهكذا عن طريق برضه مقارنات باثار ثانيه باسماء مشابهه لبطليموس زي كليوباترا اللي موجوده في المثل الثالث، قدر ان هو يتوصل لترجمه علامات كتير قوي من اللغه، وفتره قصيره جدا اعلن ان هو فك رموز الكتابه المصريه القديمه، وقال ان هو هيطلع يقدم بحث كبير بيعمل كتاب عن اللغه دي، بس للاسف طبعا مات، وجه العلماء من بعده كملوا عليه وقدروا ان هم يكتشفوا بقى كل الغاز في الكتابه المصريه القديمه. الكتابه المصريه القديمه كلها دلوقتي فرق عادي جدا. طيب بسال سؤال، ليه حجر رشيد اتكتب باللغه الهيروغليفيه والديموتيقيه واليونانيه؟ يعني مثلا احنا قلنا ليه كتب حجر رشيد ده؟ الكهنه، صح ولا لا؟ الكهنه دول كان الخط بتاعهم ايه؟ الهيراتيك. الكهنه كان الخط بتاعهم هيراتيك. طب ليه ما كتبوش باللغه الهيراتيكيه، الخط الهيراتيكي؟ عشان هم لا، لازم الكهنه مصريين،
حاجه لازم يكتبوا بالخط المقدس بتاعه اللي هو خط الهيروغليفي. طب اشمعنى الديموتيكي؟ لان ده خط الشعب اللي هيعرفوا الشعب ويعرف يقرا. احنا قلنا ان الكهنه دول بيكتبوا الرساله دي عشان يوروا الشعب قد ايه بطليموس ده راجل كريم وكويس عشان الشعب يرضى عنه. فلازم الخط ده يبقى مكتوب، يعني لازم اللوحه تبقى مكتوبه بالخط ده. معايا ولا مش معايا؟ عشان كده استخدموا الخط الديموتيكي. طب اشمعنى الخط اليوناني؟ لان البطالمه هم اليونان يا جماعه، دي لغتهم، فكان لازم ان هو يكتب للملك باللغه اللي هيفهمها. انا ينفع اكلمه بلغه اللي تفهميها؟ بالظبط. عشان كده كتب الخط بالثلاث لغات دول. تمام. وطبعا بنشوف تمثال شامبليون. هنا بنخلد ذكرى شامبليون ان هو طبعا قدر يتوصل للاكتشاف العظيم ده ويفك مفاتيح اللغه المصريه القديمه. تمام. ممكن بقى نمشي كده شويه. Matematyki i Tadini. To w raznych kocie. Faraoni, co nabijają, pisze na rolach.